السلام عليكم ورحمة الله. فيديو آخر ووصفة أخرى من وصفات كويزين نظرية. هاد المرة غادي نشارك معكم حلوة من حلويات الزمن الجميل، حلوة الماكينة اللي كل شي كيعرفها. وصفة سهلة بمكونات بسيطة، وصفة سر لذتها في بساطتها. غادي نشاركها معكم بتفاصيلها. الوصفة سبق لي نزلتها عبر المواقع تقريبا 14 سنة، والنتيجة كانت مرضية لكل من جربها. وصفة اللي ما كنبدلهاش وديما عندي في الدار وما كتخطانيش. شوفوا الفيديو من البداية حتى النهاية، وما تنسونيش من الاشتراك ومن البارتاج. فرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير غادي ناخد القياس بزلافة. نفس المقدار ديال البيض هو نفسه ديال السكر وديال الزيت. عادة كنستعمل ضعف المقادير، لكن هاد المرة بغيت ندير كمية قليلة. هذا علاش استعملت هاد الزلافة اللي بحجم أصغر. 2 معالق كبار ديال جنجلان محمر. كيس ديال سكر الفانيلا للتنسيم. خميرة كيماوية وزن 15 غرام، ممكن تعوضوها بزوج ديال لي ساشي ديال 7 غرام أو زوج ديال 8 غرام. بشر حامضة محكوكة. غالبا كنستعمل البشر برتقالة، لكن هاد المرة ما توفرش عندي وعوضته بالبشر ديال الحامض، لكن بالبرتقال تكون نتيجة أفضل. كتبقى مسألة ذوق. دقيق حسب الخليط. ندوزو الآن للطريقة ديال التحضير. وعلى بركة الله، في إناء للخلط أو في القصعة كنوضع البيض هو الأول، وكنضيف عليه السكر، ثم كنضيف سكر الفانيلا وكنخلط الكل جيدا. كنخلط بواسطة الطراب اليدوي كيف ما ممكن تخلطوا فقط باليد. كنخلط السكر والبيض حتى كينسجموا مع بعض وكيدوب السكر تماما. من بعد ما خلطت البيض والسكر مزيان، الآن غادي نضيف الزيت وغادي نستمر في الخلط للمرة الثانية حتى كيتداخل هاد الزيت مع البيض والسكر. وهكذا كنكون تحصلت على واحد الخليط متجانس. غادي نضيف عليه البشر ديال الحامض ونضيف الجنجلان ونخلط مرة أخرى. باش من بعد غادي نضيف الدقيق. دابا غادي نبدا كنزيد الدقيق بالتدريج شويه بشويه، ونزيد الخميره. ثم غادي نجمع العجينه بيدي حتى غادي نتحصل على واحد الكره ديال العجين اللي عجينه رطبه وعجينه اللي ما كتلتصقش باليدين. من بعد ما جمعت العجينه كيف ما شفتوا معايا، دابا غادي ناخذ منها شويه بشويه وكنبدا كنشكل بشكل حرابل وكنوضعهم في الماكينه. الماكينه هي كهربائيه، ممكن تستعنوا بالماكينه اليدويه اللي كانت من زمان وما زال لحد الان تفي بالغرض. هاد الماكينه فعلا هي عمليه، لكن العيب ديالها انها كدير صداع بزاف. غادي تسمعوا معايا الصوت ديالها دابا. كنوضع كميه من العجين وكنبدا كنخرجها من البوق ديالها، وكنقطعها بالموس حسب الطول اللي بغيت. نستمر في تشكيل باقي العجين. كنشكلو بها جوج ديال الاشكال. كاين هاد الشكل اللي كيكون بشكل طولي، وكاين شكل اخر اللي غادي تشوفوه دابا معايا اللي بشكل دائري. نستمر في تشكيل باقي العجين حتى نسالي الكميه اللي عندي.
ندخل الحلوى ديالي الفران اللي مسخن من قبل، فران اللي مشعول من تحت ومن فوق. عندي فران كهربائي على 250 درجة. غادي تاخد معايا واحد 12 دقيقة، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها في طبق تقديم. الحلوى ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كتجينا بهذا الشكل وبهذا اللون، فعلا تستحق التجربة، وكلمة روعة قليلة في حقها. حلوة اللي ما كتختانيش ومعروفة بها في العائلة. جربوها على ضمانتي. لأي طلبات لأي وصفات بغيتو تشوفوها في القناة خليوها لي في التعليقات. ما تبخلوش عليا بالاشتراك وبالبارتاج. قناتي محتاجة للدعم ديالكم، ما تبخلوش عليا. هكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهاية. استودعكم الله إلى وصفات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.